السلام عليكم اعزائي المشاهدين، وحلقه جديده من يا ابن اللعيبه والاهلي. بقى النهارده هو يواصل بقى مسلسل اللي احنا فيه، مسلسل المقرف اللي احنا فيه ده. يعني اداء بقى كارثي، وبالذات في الشوط التاني يعني بنشوف بقى حاجات صعبه جدا في الكوره. يعني ما بقاش مسلسل عادي، ده بقى داخل على مسلسل تركي. بقى لنا فتره قوي يعني بنشوف ضياع الفرص وحاجه صعبه جدا. انت اللعيبه لغايه دلوقتي مش عارفه تحل الموضوع ده، مش عارفه تدوس في الملعب اكتر من كده، وبتواصل بقى يعني حرقه الدم للجماهير كلها ولاي حد يتفرج على الماتش. الصراحه حتى لو مش اهلاوي والله هيتضايق وهيتعصب من المنظر اللي بيشوفه ده. لا، حاجه بقت صعبه جدا وحاجه مقرفه جدا. يعني في الاول، الشوط الاول انت نازل شكلك كويس، عندك حميه، عندك سرعه في الاداء، الريتم كان عالي، وقدرت توصل بكام فرصه برضو، وكالعاده برضو ضيعناها. تحس ان اللعيبه كلها فيها حاجه غلط، مفيش قرارات صح خالص. كل اللعيبه بتاخد قرارات غريبه جدا، ان كان من حسين الشحات اللي عادي يرقص حوالين نفسه كله ويحطها على الارض ضعيفه جدا. ما تشوطها يا عم في الدقيقه عاليه شويه، يمكن الحارس ما يعرفش يجيبها، بس انك تشوطها في الارض، ما في يعني ما بنقول غابه من السيقان قدامك اكيد هتخبط في حد فيهم. وكهربا برضو في الكره تانية كانت جوه السكس ياردز، الكره جايه له، ممكن مش مستريحه شويه على رجله اليمين، بس ما تبص فين الحته الفاضيه وتحطها. يعني مش هتاخد منك وقت خالص ان انت تلحق تلمح الناس واقفه فين وتحطها بعيد عنهم. فلا، اداء الصراحه صعب جدا من النادي الاهلي. ويواصل بقى القرف اللي احنا بنشوفه بقالنا من يعني بقالنا 11 ماتش او اكتر من 11 ماتش وحشين جدا. من بدايه الدوري الافريقي اللي الصراحه كان بقى يعني دخلته دخل علينا وحشه قوي، اللي ابتدينا نشوف الاداء السيء. تحس بقى ان اللعيبه لا، لازم وقفه اكتر من كده، وما تحسش بقى ان اللعيبه بقى محتاجه الوقفه او محتاجه قرارات اداريه. لا، دي من اللعيبه بقى محتاجين شيخ يبخرهم ويرقيهم علشان الدنيا تمشي. عن كده لا، في يعني حاجه صعبه، وكل الظروف بقى بتتكالب حواليك ان انت تقدم مستوى وحش. ان كان سوء توفيق، ان كان دلع من اللعيبه، ان كان اخطاء من كولر غلط. يعني بص، كل حاجه بقى يعني تتلخص في يعني مستوى الاهلي الفتره دي. فلا، حاجه تقلقنا جدا بقى قبل كاس العالم. شفنا كل الفرق اللي رايحه كاس العالم رايحه باداء وحش وبنتائج وحشه جدا. مفيش ولا فريق من الفرق المشاركه يعني قدر يكسب المباراه اللي قبل الكاس العالم للانديه على طول. دي شفنا اهو اتحاد جده اللي كلنا طبعا مركزين معاه يخسر 3-1 من فريق ضمك السعودي. فلا يعني كل الفرق بتأدي مستوى وحش جدا قبل كأس العالم للأندية. وبالأخص طبعا النادي الأهلي بقى اللي بقاله فترة مطولة معاه شوية. الفترة دي محتاجة اللعيبة دي الصراحة تقف، وتعبنا بقى من كتر بقى الأسباب اللي كل الناس قاعدة بتحللها. اللعيبة فين، اللعيبة فين، الكولر فين، مستوى اللعيبة تعبانة. لا، تعبنا بقى أعذار، محتاجين بقى نشوف أداء في الملعب أكتر من كده. مش عايزين ننام بقى على الموسم اللي فات. ما احنا من امتى بنتعود ان احنا بنلعب موسم والموسم اللي بعديه بيبقى الاداء وحش قوي كده. فلا، حاجه صعبه قوي الصراحه. بقى نفسي كولر بقى يعني يفرج اللعيبه دي في اول 3 4 ماتشات في الموسم كانوا بيلعبوا ازاي، ويقول لهم الفرقه اللي انتوا بتتفرجوا عليها دي انتوا فين الفرقه دي دلوقتي. لا، اللعيبه كلها تحس انها عندها خارج التركيز خالص. النهارده بنشوف بقى في الشوط الثاني وكارثه الصراحه من كل الفريق. نشوف الشوط الثاني اللعيبه بتباصي كتير غلط جدا، غلط بقى مش ميس باس جنب اللعيب، لا ده بيباصي لواحد اصلا مش موجود في الملعب. وتلاقي لعيب بتتخطف منه الكرة بيرجع بيتمشى ورا المدافع ورا اللي خطف منه الكرة. فلا يعني حاجة صراحة يعني استهتار، ولعب بمشاعر الجماهير ان الجماهير خلاص مش مستحملة اكتر من كده. وصبر الجماهير ابتدى يخلص بالمنظر ده، اللي مش شايفين اي يعني رجولة في الملعب ولا اي حاجة. ونيجي بقى يعني بكام لعيب بقى كده، يعني ان كان محمد هاني ولا ان كان علي معلول، انتوا فين عرضياتكم المتقنة؟ يعني مع محمد هاني هنقول ماشي، يعني هو كل فين وفين بيعمل عرضية حلوة، بس حتى انت كمان يا علي معلول عرضياتك ما بقتش حلوه. فيعني لا، حاجه صعبه جدا. والنهارده نشوف يعني مروان عطيه في الشوط الاول الصراحه كان كويس. الشوط الثاني هو وديانج فقدوا السيطره خالص. يعني هم طلعوا في الدقيقه 71 فقدوا السيطره خالص في نص الملعب. ديانج بقاله فتره بعيد عن مستواه، بس النهارده الى حد ما كان في الشوط الاول برضه. هو الشوط الاول الصراحه لعبوه حلو، بس يعني الشوط الثاني بقى انهيار بدني وانهيار تكتيكي وانهيار فني. كل الانهيارات بقى اللي عايز تسميها سميها. فلا، حاجه صعبه جدا النهارده من النادي الاهلي، ويحرق دم جماهيره اكتر ما هي محروقه. والله النهارده انا كنت قاعد بتفرج يعني في النادي، بس مش في النادي الاهلي، في نادي تاني، ويعني كل الناس قاعده بتسب وبتلعن. لا، الفريق الصراحه الناس زهقت، ولازم يعني الناس بقى يعني يحسوا بالجماهير شويه. وانا شايف برضو ان كولر ما عندوش يعني اختيارات كتيره يقدر يلعب بيها. هتقول طلع عبد القادر وطلع كريستو من البتاع، بس يا جماعه الناس دي ما كانتش ليها دور قوي. هنقول عبد القادر خد فرصه فرصتين، بس ما اثبتش ان هو ممكن يلعب
في مكان حسين الشحات اللي شفناه النهارده، يعني اداء بقى فردي كويس جدا، بس فين بقى في اخرته؟ يعني بعد ما قعدت ترقص وتعمل وتجري وتفرهد والكلام ده، عملت ايه على المرمى؟ ولا اي حاجه خالص. النهارده تسع شوطات، منهم اتنين بس اون تارجت. فلا، حاجه صعبه جدا ان اللعيبه بمستويات المفروض تلعب في المستوى العالي ده، انها مش عارفه تشوط ما بين الثلاث خشبات. يعني لا، حاجه الصراحه تقهر وتحرق الدم وتسد النفس ان انت تتفرج على الكوره. فلا يعني مش عارف بقى النادي الاهلي هيروح يعمل ايه في كاس العالم بالمستوى ده. احنا يا هنرجع بفضيحه، يا اما يعني اللعيبه دي هتفوق في كاس العالم، بالذات محمد هاني اللي ما بيفوقش غير في كاس العالم. فلا يعني، يا اما هيرجعوا بفضيحه، يا اما هيرجعوا بمستوى كويس وهو ده اللي هينقذ بقيه الموسم. فلا الصراحه الواحد قلقان جدا على الاهلي الفتره الجايه، ومحتاجين بقى يعني يناير يجي في اسرع وقت ويتعمل غربله لكام مركز عندنا. لا، اللعيبه تحس انها شبعت كوره، مش عارف من ايه يعني. مش للدرجات دي يا جماعه، يعني ما كانوش 5 بطولات عمي. انت في وسط ال5 بطولات دول برضو انت في كده، يعني بطوله افريقيا انت كنت هتطلع براها اصلا من دور المجموعات، بس كسبتها لما عرفت تلعب كويس. فلا اللعيبه الصراحه تحس ان هما في استهتار وفي لا مبالاه كده، مبالغ فيها قوي. فلا، حاجه تنرفز وحاجه صعبه جدا. وتيجي بقى تصريحات كولر بعد الماتش اللي يقول لك احنا اهدار الفرص بقى عندنا بقت مشكله ازليه ولازم نرجع الثقه للعيبه. خلي بالك انت كل لما الماتشات بتعدي وانت برضو بتقدم المستوى الوحش ده، يعني الضغط النفسي على اللعيبه بيزيد. فهي تحس ان اللعيبه يعني مستسلمه للمشكله دي، محدش عارف يحط لهم حلول او هما مش عارفين يحطوا لنفسهم حلول. فلا يعني النهارده بنشوف اداء غريب جدا من هجوم النادي الاهلي، اللي كولر بقى حاول يغيرهم كلهم في خلال الشوط الثاني. وده خلخل الفريق بالذات في نص الملعب. لما طلعت ديانج ومروان عطيه كنت تسيب واحد فيهم على الاقل. كوكا كويس وكل حاجه ان هو ممكن يلعب في مركز 6 لوحده، بس ما دخلش في جو الماتش بسرعه. تحس ان هو خد وقته عقبال ما يعني دخل، وانت بتعمل تغييراتك في الدقيقه، يعني بادي تغييراتك في الدقيقه 71 مطلع ديانج ومنزل مكانه كوكا، وطلعت مروان عطيه ونزلت مكانه امام عاشور. امام عاشور برضو لا يعني انا كنت شايف ان هو ممكن يبدا المباراه قفشه فايق وكل الكلام ده، بس لا، امام عاشور لا غنى عنه، ده ادامه جاهز يلعب يبقى في الستارتنج 11. فلا، حاجه النهارده صعبه جدا، ويعني اداء مخزي للفريق. ان انت النهارده في الشوط الاول ده، يعني دي الفرقه كانت بتقول لك تعالى اكسبني. الفرقه كانت مستسلمه جدا في الشوط الاول في شباب بلوزداد، يعني فرقه مستسلمه لك جدا وقافله وخايفه منك، واللعيبه بتخبط رجليها في بعض. اديت لهم الفرصه ان هم في الشوط الثاني يطمعوا في الماتش ويقدروا يهددوك، وكنت ممكن تخسر في الكره اللي جابوها في العارضه. فلا يعني الصراحه، لا يعني لعيبه الاهلي لازم تخاف على اسم الاهلي اكتر من كده، وتخاف على نفسها برضه اكتر من كده. لا يعني حاجه صعبه جدا. ويعني الواحد طول الماتش النهارده قاعد يعني بيضرب كف على كف، الكور دي ازاي بتضيع؟ ولا ازاي الواد ده بيباصي كده؟ ولا ازاي دي عرضيه بتتعمل؟ ولما موديست نزل حاجه بقى يعني الاغرب من كده. يعني موديست احنا عارفين ان هو مش سريع وبتاع ده وحركته تقيله. انت ايه اللي بتخليه يعني كولر لما شايفه هو بينزل في نص الملعب يدي باص يمين وباص شمال ويسلم ويستلم اكنه لاعب خط وسط؟ ازاي ما تقالوش يا ابني امشي من هنا حبيبي، اطلع عند الجون، خليك جوه الصندوق عشان لما الكره تجيلك تبقى موجود فيها، وعند اقل نفسك موجود تقدر تجري وتقدر تعمل اي حاجه. فلا الصراحه حاجه غريبه جدا. تحس ان اللعيبه بتلعب براحتها. فدي حاجه يعني تتحسب على كولر ان هو مش عارف يعني يشوف حاجه غلط في الملعب يصلحها في نفس الوقت على طول. فلا يعني الصراحه مباراه سد النفس. ويعني ربنا بقى يستر في كاس العالم للانديه اللي شكلنا هنطلع بفضيحه. يعني الواحد بيشوف فيديوهات يعني من جماهير الاتحاد السعودي يقول لك هاتوا لنا الاهلاوي، احنا كعبنا عالي على الاهلاوي. اللعيبه محتاجه تقعد مع نفسها بقى، يعني حاجه صعبه قوي الصراحه المنظر اللي بنشوفه ده، ومتتالي بقى. يعني ما فيش ماتش في النص كده يعني تشم نفسك منه، لا ده كله يا باشا ضرب ضرب، ما فيش شتيمه. فلا حاجه يعني تحزن لجماهير الاهلي ان هم يشوفوا فرقتهم بالمستوى ده بعد الموسم الخرافي اللي عملوه الموسم اللي فات. فلا جرس انذار كبير قوي للفريق ده، اللي احنا بالمنظر ده احنا يعني هنطلع حاجه صعبه جدا في الموسم ده. هنقول بعد كل اللي حصل ده انت اول مجموعتك في افريقيا، ولو كسبت الماتش المتاجل في الدوري هتبقى اول الدوري. ده حلو، وده كل الكلام ده كويس وكل حاجه، بس لازم تطلع من الدوامه اللي احنا فيها دي. يعني محتاجين بقى يناير يجي في اسرع وقت، ولازم يا جماعه مهاجم، مفيش اي يعني مفر للقصه دي. لازم مهاجم ولازم مدافع ولازم واحد في نص الملعب، يعني يحسس ان اللعيبه دي انها ما بتلعبش لوحدها. ومحتاجين بقى دور اكبر بقى لعمرو السوليه، يعني يمكن يرجع التوازن شويه في نص الملعب. لا ديانج بقى له فتره كتيره بعيده عن المستوى. مروان عطيه بيديك ماتش والماتش التاني لا.
فلا محتاجين فرمطه للعيبه كده، اللعيبه دي لازم تتفرمط، لازم يعني يحصل بقى قرارات اداريه شويه الفتره الجايه. لا يعني لازم تغيير، وهم بقى يعني هم بقى يشوفوا التغيير هيعملوه بانهي بقى قرارات اداريه، بان كولر يبتدي يقعد اللعيبه ويعني ويهددهم ان هم ممكن ما يكملوش مع النادي. بص لازم يشوفوا لهم حل في المنظر ده، المنظر ده ما ينفعش يكمل اكتر من كده. لا صعب قوي ان الاهلي في اخر 11 مباراه يفوز في 3 ماتشات بس ويعمل 7 تعادلات. فلا حاجه الصراحه تحزن وتكسف يعني من لعيبه النادي الاهلي، اللعيبه بالحجم ده، وكل يقول لك ده لعيب الاهلي ب10 من اللعيبه التانيه والكلام ده. لا الكلام ده ما شفناهوش الموسم ده خالص. وجماهير الاهلي لو استحملت، يعني لو استحملت مش تستحمل اكتر من كده. فلا يعني خلوا الجماهير جنبوك احسن ما تتقلب عليكم. انا ما بقولش كده، يعني بقول لك الجماهير سند وكل حاجه، سند، بس لما بتلاقي اللعيبه بتعمل اللي عليها، ما عندهاش الرعونه، مش عايز اقول كلمه قليله الادب يعني، بس في رعونه وفي لا مبالاه وفي استهتار ودلع بزياده عن الحد. فلا محتاجين وقف اكتر من كده. واستنوا بقى ان شاء الله فيديو الملخص الجوله الثالثه اللي هيبقى فيه كلام اكتر وتحليل اكتر لماتش الاهلي وماتش الزمالك وبيراميدز وفيوتشر. سلام.